بما ان استاذ الكابتن بقى عجبكم، فانا حبيت اطلع لكم مره تانية. مساء الخير. دلوقتي ومع نهايه عصر عيسى حياته وبدايه فجر جديد، او نقدر نقول موضه جديده للكره الافريقيه، خلينا نقول بس حاجه بسيطه. عيسى حياته ما كانش مهتم اصلا باوضاع القاره، يعني حكام يظلموك روح اشتكي في اي حته وما تصدعناش، مش مهم. وسواء كنت اهلاوي او زملكاوي او من شمال افريقيا بتشجع الوداد، الترجي، شبيبه القبائل وخلافه، اكيد فريقك اتعرض لظلم تحكيمي بلا شك. بل مش ظلم طبيعي، ده ممكن يكون ظلم اقل ما يقال عنه انه ظلم فاجر. لكن كل ده ما كانش يفرق مع عيسى حياته في حاجه. اللي كان يهم عيسى حياته بجد هو كرسي وتفصيل وتعديل القوانين عشان بس يحافظ على الكرسي ده، لدرجه انه لما اتعملت عليه مؤامره زي ما حكينا في الفيديو الاول ورجع له قبل ما تخش على الحلقه دي، عيسى ما قدرش ياخد باله من المؤامره دي لانه كان سكران وواقع في غرام السلطه اللي اتربى عليها من وهو صغير، ومستحيل يسيبها تحت اي ظرف. وده يخلينا ندخل نتكلم عن الموضه الجديده، الموضه اللي هتخلي الاتحاد الافريقي الكاف بعد ما كان على الاقل ليه صوت بسيط وبيحاول يشاكس مع الفيفا، صوته ده هيتعمل له ميوت. الموضة الجديدة في عهد الكاف باينة واضحة للجميع، الكل بيخدم مصالحه الشخصية وبيعلنوا ده في العلن، ومصالحهم الشخصية كأعضاء أهم من أي مصلحة، والمبادئ والقيم والكلام ده مجرد شعارات تافهة ارميها في الزبالة. الفجر الجديد للكرة الأفريقية بدأ مع أحمد وشكله فاهم هيعمل إيه. يعني أولهم إنه زود عدد الفرق في بطولة أفريقيا، وبدل ما كانت بتضم 16 فرقة بس خلاها تضم 24، وده زود عدد الماتشات وبالتالي زود حقوق البث والرعاية. كمان بعد شهور بسيطة من تعيين أحمد الكاف أوقف الحكم جوزيف لامبتي صاحب واقعة ماتش الأهلي والترجي مدى الحياة بسبب إنه تلاعب في نتيجة ماتش السنغال وجنوب أفريقيا، واثبتوا بالدلائل ان الحكم ده مرتشي. وده خلى كل الصحفيين اللي كان حابسهم عيسى حياته يفتحوا الدفاتر ويقلبوا ورا الحكام، لحد ما حصلت فضيحه الوثائقي نمبر 12. ده وثائقي من بتوع نتفليكس ولا ايه يا كابتني؟ لا ده اجمد واحلى بكتير. صحفي يدعى باسم انس استخدم اسلوب التنكر وعمل عمليات توثيق لرشاوي مباشره داخل الاتحاد الغاني لكره القدم. اللي كان بيرأس الاتحاد هو شخص اسمه كويسي نيانتاكي ده كان نائب احمد وكان عضو في مجلس الفيفا. الفضيحه هنا ما طالتش كويسي بس، دي كانت شبكه فساد كبيره في غانا، طالت 77 حكم غاني و12 مسؤول. المنظومه كلها في غانا كانت قايمه على الرشاوي والتلاعب في نتائج الماتشات. احكام الفيفا في الوقت ده كانت رادعه جدا. نيانتاكي اتوقف مدى الحياه واتمنع من قبل الفيفا من ممارسه اي نشاط يخص كره القدم بعد ما ثبت انه اخذ رشاوي باكتر من نص مليون دولار. الفضيحه اللي حصلت دي جمدت النشاط في غانا لمده اكتر من سنه، وكشف للعالم كله هشاشه الوعود الاصلاحيه اللي وعد بيها احمد. كمان الانهيار التحكيمي للقاره السمراء زاد اكتر عن الاول، وحصلت الفضيحه بتاعه اوضه الفار في نهائي دوري ابطال افريقيا 2019. احكي لنا يا كابتن بهاء وانا بعمل حاجه غير اني بحكي لكم. بص يا سيدي، في 2019 كان في ماتش نهائي بين الترجي والوداد، وكان المفروض قبل الماتش ده معدات تشغيل تقنيه الفار توصل تونس محمله في طيارات، لكن اللي حصل ان المعدات دي اتلخبطت بسبب نقل غلط للبضايع، ووصلت تونس قطعتين بس من اصل 3. القطعتين دول ما قدروش يشغلوا تقنيه الفار، والماتش اتلعب من غير التقنيه، ومحدش ولا قال ولا اتكلم، وفضلوا مدارين على الموضوع لحد ما الماتش اتلعب، والحكم وهو رايح يرجع لتقنيه الفار في امان الله لقى ان التقنيه مش شغاله، وحصل اشتباكات بين الفريقين اثناء الماتش، والماتش وقف اكتر من ساعه ونص. طبعا ان تقنيه الفار ما تشتغلش في حدث زي ده فضيحه بكل المقاييس. اللي زود الطينه بله بقى، وبرغم ان الماتش ما كملش الحكم اعلن فوز الترجي بالكاس على حساب الوداد. طبعا الكلام ده قابل اعتراض كبير من الجماهير المغربيه. الاعتراض ده واجهه حكم الماتش وقتها وقال انا ماليش دعوه، رئيس الكاف هو اللي قال لي اعلن فوز الترجي. ولما رجعوا لرئيس الكاف قال برضه انا ماليش دعوه، اصل رئيس الترجي هو اللي هددني وقال لي لو الترجي ما كسبش هخلي الجماهير اللي في ملعب رادس دي تقوم عليك وهفتح كرشه. وبعد ضغط من جماهير المغرب احمد قال يعمل حته كده زي الحاج فرج عامر وقال احنا هنعيد ماتش النهائي بين الترجي والوداد مره ثانيه، لكن الفيفا اسقطوا القرار بتاعه فورا وقالوا له انت مالكش سلطه تحكم بانك تقول انا هعيد ماتشات او لا. طبعا شويه قرارات متخبطه ومنبطحه وغير مدروسه نستنتج منها ان كلام الصحف الاجنبيه عن احمد هو كلام حقيقي، وانه فعلا مجرد دميه متاحه لاي حد يحرك فيها براحته، وده خلى الصحفيين تشك في نزاهه احمد. والكل هيقول لك طالما الدايره المقربه من احمد بنفس الشكل بتاع رئيس الاتحاد الغاني نيانتاكي يبقى اكيد وارد يكون زيهم، وده اللي هنتاكد منه بظهور شخص مهم جدا داخل اروقه الكاف، شخص مش بس مهم في حكايتنا عن فساد الاتحاد الافريقي لكنه مهم كانسان نبيل لسه بنفتكره وبنربط ذكراه دايما بالنزاهه والشرف. شخص بيعلمك في حياتك الشخصيه ما تقبلش بالغلط تحت اي مسمى حتى لو هو شيء عادي عند اهل الغلط نفسهم. الشخص ده هو عمرو مصطفى مراد فهمي. قبل ما اقول لك ازاي عمرو فهمي اكد فساد الكاف خليني اقول لك مين هو عمرو فهمي بالظبط. زي ما لاحظت من الاسم الثلاثي فعمرو هو ابن مصطفى فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي من سنه 82 ل 2010 بتاع واقعه طاهر ابو زيد اللي قلت لك عليها، وفي نفس الوقت جده مراد فهمي سكرتير الكاف برضه في الستينات والسبعينات ومدرب منتخب مصر قبل ما عمرو ياخد المنصب وراثه من جده وابوه. اشتغل على نفسه وحصل على ماجستير الاداره الرياضيه من الفيفا ودخل الكاف في عهد عيسى حياته وتولى منصب مساعد مدير البطولات الدوليه وكان مدير كاس الامم الافريقيه 2013 و2015. احمد لما تعين رئيس
الكاف حب يعتمد على عمرو فهمي عشان خبرته اللي اتكلمنا عنها، لكنه لما فساد احمد ظهر وبدا يمارسه على عينك يا تاجر ما لقاش من عمرو غير استنكار بالقول والفعل لكل اللي شافه. رفض عمرو فهمي بطل الفصل ده الفساد ووقف ضده، وبالمستندات والوثائق طلع يفضح احمد ويحكي عن المخالفات اللي بيرتكبها داخل الكاف، وقدم الوثائق دي للجنه الاخلاقيات بالفيفا. تعالوا بقى نشوف مع بعض الاخ احمد كان بيعمل ايه. اولا كان بيؤمر بارسال $20,000 لبعض الاتحادات لضمان ولائهم الانتخابي زي تنزانيا وكاب فيردي. تاني حاجه قام بالتعاقد مع شركه اسمها تكتيكال ستيل عشان يشتري منها معدات وملابس رياضيه وبعت لهم $830,000. طب ايه المشكله يا كابتن بهاء؟ المشكله انه تجاهل عقد بوما اللي كان $400,000 بس، وده اسمه في القانون اهدار اموال. وازود لك على اهدار الاموال تاني، احمد انفق اكتر من $400,000 على مظاهر فارغه زي العربيات الغاليه اللي كان بيشتريها في مصر ومدغشقر، واستخدم ميزانيه كاف بشكل مباشر في رحلات طيران خاصه ملهاش علاقه بالكاف. ده غير رحله عمره قام بيها 18 شخص من رؤساء الاتحادات الوطنيه، وتكلفه رحله العمره دي اتدفعت من خزينه الاتحاد نفسه. وحسب تقرير اصدرته مؤسسه حسابيه اسمها BWC قالوا ان احمد دفع للكاف $10,000، وكتب في السبب ان دي تغطيه رحله العمره اللي هو طلعها، لكن اتضح ان تكاليف الرحله $30,000. ففين الباقي يا معلم؟ وكمان حسب نفس التقرير قالوا ان مبلغ $10,000 ده احمد ما دفعوش من جيبه اصلا، ده حصل على المبلغ من هنا بريده. شايف كل اللي حكيته لك ده عباره عن مسكنات، واللي جاي عايز دبابات. الاخ احمد حسب روايه عمرو فهمي متهم بالتحرش الجنسي ومضايقه 4 موظفات داخل الكاف واساءه استخدام سلطته معاهم. طبعا نتيجه كل الاتهامات اللي عليها شهود دي هي انتصار الجانب الشرير على الخير. صدر امر فوري باقاله عمرو فهمي من الكاف في مارس 2019، وتوجه له تهم بالتشهير والترويج للاشاعات. عمرو فهمي بعدها خرج من الكاف، لكنه ما خرجش من المعركه بتاعته، واتخذ مسار المواجهه المفتوحه مع المنظومه كلها، وهو ناوي على انهاء دوره حياه الفساد دي تماما. وما سابش حته في الاعلام غير وطلع يتكلم فيها، واصر انه يرجع امجاد المؤسسه دي، المؤسسه اللي احمد وعيسى حياته وامثالهم اهانوا اهدافها النبيله بمرور الزمن. الاهداف اللي جد عمرو فهمي كان واحد من اللي بيحافظوا عليها. اعلن بعدها عمرو فهمي انه هيترشح لرئاسه الكاف في الدوره الجديده في 2021، لكن شيء قدري تماما وقف في وشه، منعه من انه يكمل في محاربه الفساد وهو الموت. مات عمرو فهمي بفعل مرض السرطان في فبراير 2020 وهو ما كملش 37 سنه. مات بعد ما قدم للعالم دليل ادانه رجل غير شريف، وده اللي كل شخص لازم يتعلمه. النهارده عمرو فهمي مات ومر على موته 6 سنين، لكن موقفه فضل خالد لدرجه اننا بنتكلم عنه النهارده. موقف كل ما تحصل لحظه فساد في الكاف هنرجع له ونفتكر عمرو ونترحم عليه. هنا يا جماعه موقف عمرو فهمي ده يخلينا نقف ونتكلم شويه مع بعض. بلاش تمشي في حياتك بمبدا طول ما البربق بعيد عن الهقي يبقى انا ماليش دعوه. تخيل معايا ان انت وصاحبك في الشغل مثلا، ويجي يقول لك الحق المدير بيعمل حاجات مش كويسه ومخالفه للشرع والقانون. الطبيعي والبديهي هنا ان انت ما تسكتش على اي حاجه غلط، حتى لو كانت عواقب عدم سكوتك انك تطرد وتخسر اكل عيشك. الشيء الوحيد الضروري لانتصار الشر هو ان يقف الاخيار مكتوف الايدي ولا يفعلوا شيئا. انك تكون صاحب كلمه الحق دي حاجه هتعلي من قيمتك انت، كلمتك دي هتوصل وهتعيش حتى لو بعد سنين، حتى لو انت شخصيا مت واتدفنت. انتصار الشر لا يتطلب افعالا شيطانيه. لو الناس بس سكتت عن الحق وتخاذلت، الشر هيكسب عادي. والسلبيه تجاه اي حاجه غلط بتخليك مشارك فيها. السلبيه دي ممكن في يوم من الايام تخلي الغلط يطولك انت، وتلاقي نفسك من غير ما تحس بتتتبع خطوات الشيطان واقع انت نفسك في الغلط. وبعدها ب9 شهور انتصر جانب الخير على الشر في الجوله الاخيره، واعلنت لجنه الاخلاقيات في الفيفا ان احمد فاسد وبالفعل مدان بالتهم الاتيه: خرق الماده 15 من قانون الكاف اللي بتلزم الرئيس بضروره الولاء للمؤسسه، خرق الماده 20 اللي بتمنع تلقي هدايا او خدمات لشخص الرئيس، خرق الماده 28 اللي بتمنع سوء توزيع النفقات. وفي فبراير سنه 2020 قررت الفيفا ايقاف احمد 5 سنوات عن ممارسه اي نشاط بسبب الفساد المالي، وتغريمه 200,000 فرنك سويسري عشان ينتصر عمرو فهمي وهو في قبره. هنا نستنتج من اللي حكيناه ان الفرق بين عيسى حياته واحمد هو تشابه نفس التهم هي، لكن عندنا شخص عرف يداري نفسه ويهرب من التهم بذكاء شديد ويكون عنده توقع للمشاكل اللي هتقابله مستقبلا. اما التاني فكان بيعمل نفس المشاكل بس في العلن وباستباحه، كأن مفيش حد هيحاسبه او هينكش ويدور وراه. وده اللي اكده استاذ مصطفى فهمي والد عمرو لما قال بعد القبض على احمد ان الفرق ما بين عيسى واحمد ان عيسى كان راجل فاسد وعرف يهرب بفساده بعيد، انما احمد فساده واضح ومستشري، لان عمرو استقال زمان في مايو 2015 لما ما عجبوش شغل عيسى حياته، والحقيقه هو ما وضحش اسباب استقالته. مصطفى فهمي اكد كمان ان منصب الكاف كان كبير على احمد وقال ان ابنه ترك وراه ارث من النزاهه يفخر به الجميع. وهنا نقدر نقول تتغير الوجوه والفساد واحد. بينا على الفصل الرابع ونخش على اللي بعده. زي ما عرفت في بداية الحلقة إن دولة جنوب أفريقيا واحدة من 4 أضلاع مؤسسة للكاف، لكن بسبب الإيقاف الطويل اللي حصل لجنوب أفريقيا ما قدرتش إنها تمسك رئاسة الكاف. لكن لما بنوصل لسنة 2021 هنا بنشهد أول جنوب أفريقي يقعد على كرسي الكاف اللي بقى كله شوك وفساد. وهنا إحنا بنتكلم عن الملياردير الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي. وعشان نعرف مين هو موتسيبي وإزاي وصل لرئاسة الكاف، فخليني الأول أفكرك بتجميد عضوية جنوب أفريقيا وسياسة الأبرتايد. فاكر لما قلت لك إن سياسة الأبرتايد هتكون في المستقبل سبب مباشر في إفساد الكاف؟ أهو دلوقتي
حانت اللحظه عشان نعرف ازاي. نيلسون مانديلا الرمز الافريقي الشهير اللي اغلبنا عارفينه، الراجل اللي بينحني ليه اكبر رجال العالم وبيسلموا عليه باجلال، واللي بيقال انه السبب الرئيسي في ترجيح كافه بلاده في استضافه مونديال 2010 هو نفسه اللي قضى 28 سنه من عمره في السجن بسبب مناهضته للافعال العنصريه وللاستعمار في بلاده، ونجح بعد كفاح طويل انه ينال حريته وحريه بلاده، وخرج من السجن عشان يتولى رئاسه جنوب افريقيا ويقرر فورا انهاء سياسه الفصل العنصري الابرتايد، ويجمع البيض والسود من شعبه في مجموعه واحده هدفها النهوض بمصلحه البلد. انهاء سياسه الفصل دي هي اللي ادت الحق لاي مواطن اسود في تملك الاراضي والعقارات، وادته الحريه في البيع والشراء والتجاره باي شكل يحبه بعد ما كانت تحت خدمه المواطن الابيض طول الوقت. القوانين الجديده دي لجنوب افريقيا استغلها رجل اسود ما عندوش فلوس كتير، لكنه حط عينه على منجم متعثر تماما من مناجم بلد واشتراه عشان يكون نواه لامبراطوريه ماليه عظيمه. وطبعا زي ما توقعت الرجل اللي استغل ده هو باتريس موتسيبي. المحامي الشاطر موتسيبي اصبح اول شريك صاحب بشره سمراء في شركه محاماه، وبعدها اشترى المنجم اللي مفيش منه فايده واسس شركته الخاصه للتعدين. وطبعا مع الوقت طلع المنجم له فايده طبعا، والتراب في ايد موتسيبي اتحول لذهب. وكعاده اي شخص راس مالي اتعرف موتسيبي بانه بيدي مرتبات قليله جدا وشركه ورا الثانيه لحد ما امتلك مجموعه اقتصاديه كامله، واصبح شريك في اكتر من شركه تعدين لحد ما وصلت ثروته النهارده لاكتر من 2.6 مليار دولار، احتل بيهم المرتبه التاسعه في قائمه اغنياء افريقيا، بل انه اول ملياردير اسود في تاريخ جنوب افريقيا. وطبعا الفلوس تجيب نفوذ، والراجل بقى من اللامعين في دوائر السياسه في بلده، ومع الوقت اصبح عضو بارز في الحزب الحاكم واقرب ما يكون للرئيس الجنوب افريقي سيريال رامافوزا، لان ببساطه زوجة الرئيس هي اخت موتسيبي. كابتن بهاء حاسك نسيت تقول لنا مقاس بوكسره اكس لارج. لا طبعا بهزر، هفهمك انا بقول لك كل ده ليه وايه علاقته برئاسه الكاف والكوره. بص يا سيدي، الراجل بعد ما قفل اللعبه في مجاله جاله واحد ابن حلال نصحه بالاستثمار في الكوره، وقال له ان المكسب مضمون لو مشينا صح، واداله امثله على مستثمرين كتير ناجحين في الكوره زي عاصم علام رئيس هال سيتي. طيب نستثمر في مين ياض يا موتسيبي؟ نشتري نادي مين؟ نشتري نادي مين؟ بس هو في غيره يا رياسه؟ ميلودي سان داونز طبعا. وبالفعل الراجل ما كدبش خبر، وفي 2003 اصبح المالك لنص اسهم الفريق الاصفر، وما عدتش سنه غير لما اشترى النادي كله لحسابه. اظن دلوقتي عرفت الطفره اللي فيها سان داونز جايه منين يا عرابي. كونك صاحب نادي من اكبر الانديه في القاره ده يديك الحق في الدخول لاروقه الاتحاد الافريقي، خاصه لما منصب الرئيس بقى فاضي في اواخر 2020 وبلدك هتموت وتمسك المنصب من ايام عبد العزيز سالم. ومع ذلك التقارير من داخل جنوب افريقيا بتقول لك ان مسؤولين الكره هناك اتحايلوا على الراجل عشان يرشح نفسه، وهو كان رافض تماما. طيب ليه؟ هو في حد يرفض رئاسه مؤسسه كبيره زي دي؟ ما هو احنا بقالنا يومين بنتكلم في ايه؟ طيب الراجل صاحب صيت، مش عايز يورط نفسه في مؤسسه مديونه ومليانه صراعات داخليه وملفات تمس النزاهه. من الاخر الكاف بقت ريحته وحشه يا صاحبي، ولكن صديقه الشخصي انفانتينو اللي هو رئيس الفيفا ساعده كتير جدا وقال له ترشح انت بس ومالكش دعوه، انا هفضي لك الساحه من كل المرشحين. وبقت الصوره اللي قدام الناس ان ده راجل زاهد في المنصب ومش محتاجه. اصل هيحتاجه في ايه؟ ملياردير نجح كرويا بامتلاكه لنادي بطل في بلده وقاره، ومفيش اي وجه استفاده من المنصب ده. اول ما كسب موتسيبي كرسي الكاف وبقى هو الرئيس قال الكلام اللي كلنا حفظناه: هتشوفوا معايا النجاح وبدايه عصر جديد ومفيش فساد من تاني وبلا بلا بلا بلا. طيب هتسالني هنا تقول لي امال فين ادعاءات الفساد اللي بتحوم حوالين الراجل يا كابتن بهاء، واللي وصلتنا النهارده لصراع فريد من نوعه على لقب كاس بين منتخب بالفعل فاز في الملعب ومنتخب فاز على الورق وبحكم محكمه مشكوك في امره؟ اهدى بقى وهقول لك. البدايه كانت مع الاصوات اللي بدات تهمس ثم بقت عاليه جدا عن علاقه موتسيبي بانفانتينو رئيس الفيفا. وانفانتينو عارف كويس قوه الكتله الافريقيه التصويتيه اللي بتمثل تقريبا ربع اصوات الاعضاء كلهم، واللي كانت قادره تخلي عيسى حياته يقرب من الفيفا. علاقه انفانتينو بانت قشرتها فعلا لما منصب الامين العام شغل واحد اسمه فيرون اومومبا. اوبا، مين بقى ده يا كابتن بهاء؟ ده كان زميل دراسه مع انفانتينو وصاحبه جدا، يعني متوصي عليه من فوق، واكيد ولاؤه مش هيكون للاتحاد الافريقي بس لكن كمان لصاحبه رئيس الفيفا. وده يخليني استوقفك لقرار حصل في 2019 لكن اثاره امتدت لسنه 2022، وهي فضيحه تنظيم الكاميرون لبطوله افريقيا. لما انت ككاف تسحب التنظيم من الكاميرون في 2019 عشان مش جاهزين وعندهم مشاكل سياسيه، بترجع لهم تاني ليه في 2022؟ يعني مثلا المغرب في 2015 حصل عندهم تخوف من تفشي فيروس الايبولا، فاللي حصل ان افريقيا سحبت التنظيم وودته لغينيا، والمغرب ما رجعتش استضافت البطوله في 2017 اللي هي اتلعبت في الجابون. فالعدل بقى انك لما تسحب من الكاميرون البطوله ما ترجعش بقى مره تانية، لكن حصل عكس الكلام ده تماما. انفانتينو كانت بتربطه علاقه قويه وفي نفس الوقت غريبه وغير مفهومه بصامويل ايتو، واللي اكد الكلام ده كان مدرب الكاميرون شخصيا. وبرغم شوال الفساد اللي ايتو معبيه في الاتحاد الكاميروني وسمعته ما شاء الله سابقاه، الا ان البطوله اتعملت في كاميرون عادي جدا. ولو مش فاكر بطوله 2022 دي فهي البطوله بتاع الكروش. هو يا كابتن بقى دوله الكاميرون دي هي كل المشاكل كده من ورا راسها؟ والله تعبنا يا حبيب الكابتن، هنعمل ايه؟ المهم يا سيدي، بص اللي حصل دي حاجه ما بتحصلش غير في افريقيا فقط. من الاخر كده اللي فضل يداريه الاتحاد الكاميروني ضرب في وشهم اول ما البطوله بدات. قاره افريقيا اتعرت قدام العالم كله. اولا ازمه تامين الارواح، الكاميرون في الوقت ده كان فيها حركه انفصاليه مسلحه، والوضع ما كانش مجرد شويه شغب، لا احنا بنتكلم عن حركه بتنفذ عمليات اغتيال لمدنيين وسياسيين بارزين، رصاص حي ومعارك شغاله 24 ساعه بين الجيش والمتمردين. وبنشوف مدينه زي بويا الكاميرونيه اللي كانت مسرح للاشتباكات الحيه دي، تفتكروا الكاف عمل ايه؟ بكل بساطه
خلى الماتشات تتلعب في المدينه دي عادي جدا. وبرغم ان لعيبه موريتانيا طلعت قالت احنا قاعدين في الفندق وبنسمع اصوات ضرب النار جنبنا، الا ان ما حدش اتحرك ولا نقلهم حتى. قيادات الكاف ما كانش هامها ارواح الناس دي ولا اللعيبه اللي عايشه في رعب، المهم البطوله تتنظم وخلاص. فوق ده كله كان في ارواح ناس بتموت. يوم 24 يناير 2022 وتحديدا في ملعب اولمبي وقبل ماتش الكاميرون وجزر القمر، حصل تدافع للجمهور اثناء دخوله بوابه الاستاد. التدافع ده كان بسبب اهمال المنظمين في انهم يدخلوا الناس بشكل صحيح. النتيجه حصلت ايه بقى؟ مات 8 اشخاص، ده غير اصابه 50 شخص اتنقلوا لمستشفى ياوندي العام. انا عايز اقول لك ان الفيفا شافت الكلام ده وبرضه سابوا البطوله عادي. يا عم ايه المشكله يا عم؟ 8 مشجعين وماتوا عادي. المشكله ان ماتش جزر القمر ده اصلا لوحده كان فضيحه بجنب الكارثه اللي حصلت. الحكم كان متحيز بشكل اعمى للكاميرون ومحجم جزر القمر طول الماتش، ده غير ان لعيبه جزر القمر حكوا لصحف فرنسيه انهم كانوا بيغيروا هدومهم جوه الاتوبيس عشان الاتوبيس اتاخر عليهم وما كانش في وقت يغيروا في الملعب. وفوق ده كله لعبوا بالباك الشمال شاكر الهدهور كحارس مرمى عشان حارسهم الاساسي مش موجود. حارس المرمى قالوا له يا عم انت جالك كورونا. الراجل قال كورونا؟ لا انا ما جاليش حاجه، انا سليم وزي الفل، وان في حد لعب في المسحه بتاعتي، يعني انتوا هتعرفوا اكتر مني. وبعت للكاف تحليل عامله لنفسه يثبت فيه انه سليم. الفيفا ردت عليه وقالوا له حتى لو انت فعلا سليم زي ما بتقول لازم تقعد في الحجر الصحي 5 ايام. طيب ده يرضي مين يا عالم؟ ولا الراجل يروح يشكي لمين؟ حارس بقى جزر القمر شخصيا طلع انتقد الكاميرون بشكل صريح قدام العلن على تويتر وقال لو عايزين تدوا البطوله للكاميرون اتفضلوا مفيش اي مشكله، المسرحيه اللي انتوا بتحاولوا تعملوها خلاص اتكشفت. وطبعا مش هننسى في البطوله دي الفضيحه الخالده عبر الازمان، ويا حبيبي يا ماما افريكا لما الحكم الزامبي انهى ماتش تونس ومالي قبل النهايه ب5 دقائق. منتخب 85 دقيقة. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا ماما افريكا، يا حبيبي يا ماما افريكا. طبعا مدرب تونس والطاقم كله طلع يعترض، ايه يا عم انت بتنهي الماتش ليه؟ الماتشات بتتلعب 90 دقيقه. والحكم هنا ادرك غلطته وافتكر ان فعلا ماتشات الكوره بتتلعب 90 دقيقه، فقال لهم خلاص معلش انا اسف ما خدتش بالي، خلاص هنكمل الماتش. وفعلا الماتش كمل، لكن اول ما جت الدقيقه 89 الحكم راح مصفر وطلع يجري يا مجدي ومحدش لحد دلوقتي فاهم في ايه. كابتن عصام عبد الفتاح طلع يحلل الموقف اللي حصل وقال ان الحكم اخذ ضربه شمس وما كانش شايف قدامه، وده كلام في نظري مش مظبوط خالص. طيب ما في حكم بديل كان ممكن ينزل. كل الفضايح دي وإيتو والكاف مكملين ومبسوطين ولا كأن في اي حاجه. طب مش كان الاحسن ان التنظيم يتسحب من الكاميرون بدل كل العك ده؟ لكن الحقيقه للاسف واللي اصبحت مره ان احنا ما بقيناش في عهد عبد العزيز سالم ولا عبد الحليم محمد ولا تسيما ولا حتى حياته، احنا في عهد موتسيبي. وعهد موتسيبي يعني ما حدش سامع لافريقيا صوت ولا حاسس بيهم. الفيفا بنت عماره كبيره قوي، حطت نفسها في اول دور هي والاتحاد الاوروبي، والاتحاد الافريقي نزل تحت الاخر دور بل ويمكن تحت الارض اصلا. واللي ياكد لك كلامي ده ان في نفس السنه 2022 الاهلي كان بيلعب في كاس العالم للانديه، وفي نفس الوقت منتخب مصر بيلعب افريقيا، والاهلي مش عارف يستفيد من اللعيبه الدوليه. واللي يضحك اكتر ان المسؤولين كلهم من رؤساء الانديه لحد موتسيبي اتفاجئوا ان البطولتين مع بعض. طب يا عم انفانتينو اجل بس كاس العالم، دي بطوله من 8 فرق مش ازمه يعني. انفانتينو طبعا طلع ورد وقال لهم يلا ده بتاع افريقيا من هنا، انت فاكرني اسمع كلامك؟ وانا مالي، هو الاهلي ده بياخدها كل سنه؟ انا يهمني البطوله تتلعب واخد الفلوس من الرعاه، انت عايزني اجلها واخسر كل الرعاه دول؟ فاكر نفسك تشيلسي ولا ريال مدريد؟ وبالظبط ده اللي هيفضل يحصل طول فتره موتسيبي. موتسيبي مش هيروح يكلم انفانتينو في حاجه، بل اللي عايزه انفانتينو هيتنفذ من غير نقاش كتير. وموتسيبي يا جماعه ده راجل ملياردير عنده اطيان واراضي ومناجم وشاري نادي كبير، هيتعب نفسه ليه ويوجع دماغه ويدخل في نقاشات وصدامات مع الفيفا؟ يعني لسان حال الراجل ده بيقول يا عم انفانتينو عايز البطوله كل 4 سنين، حاضر. عايز نقعد في الكاف الى ما لا نهايه عشان اسمع كلامك، برضه حاضر. انا اصلا مش هاممني المنصب قوي يعني، انا عندي مشغولات كتير. بيني وبينك للامانه في بدايه عهد موتسيبي بدانا نسمع عن ارباح معلنه للكاف لاول مره من فتره طويله، عقود رعايه كتير وكبيره، عوائد تجاريه بالملايين، والفلوس بدات تلعب في ايد الكاف من تاني. وكمان كان في رقابه ماليه صارمه استعان فيها موتسيبي بشركات محاسبه قانونيه تراقب عمل اللجان الداخليه وتحاسبهم على طول. الكل كان بيقول في ولايه موتسيبي الاولى ان الكاف رجع تاني مؤسسه نزيهه حتى لو بقت برجماتيه زياده عن اللزوم وحتى لو تخلت عن مبادئها الاصليه. لكن الولايه الثانيه اللي بدات في 2025 بالتزكيه عشان ما فيش مرشحين رجعت معاها نغمه السيطره الماليه والسياسيه، لان وجود رئيس ملياردير وفي نفس الوقت صاحب نادي بينافس في افريقيا بيفتح باب المجاملات والانحياز على البحري. النفوذ والمال السياسي لما يدخل في الكوره بيخلق شكوك في اي قرار. في عز الخناقه دي رجعت علاقه موتسيبي بانفانتينو تتصدر المشهد من تاني. في نفس الوقت الاتحاد الافريقي ما بقاش صاحب قرار او موقف، واكبر دليل على ده هو التنازل المثير للجدل عن نظام البطوله اللي تعودنا عليه والموافقه انها تتلعب كل 4 سنين بدل سنتين. قرار زي ده بيفتح الباب لاتهامات التبعيه، وبالظبط كده موتسيبي بيضحي بهويه الكره الافريقيه عشان يرضي انفانتينو والساده الاوروبيين اللي كل شويه يعيطوا عشان لعيبتهم بتتاخد منهم مع كل بطوله بالرغم من انتشار اللاعبين الافارقه في ارجاء القاره العجوز. الاسئله هنا يا حبيب كابتن بهاء كترت قوي يا جماعه، هو احنا بنكبر اهم بطوله عندنا ونزود رعاتها وفلوسها ولا بنهد فيها ونقلل قيمتها؟ هو ده الكاف اللي كان
زمان بيقف ند لند للاوروبيين واللاتينيين ويحاربهم عشان صوته يبقى مسموع في العالم، ولا بقينا كيان هش شخصيته ضعيفه ومجرد افراد بتمشي على خريطه اوروبا وتسمع الكلام وتقول امرا وطاعه؟ والسؤال الاهم، موتسيبيه جاي يلحق المركب اللي بتغرق ولا جاي يغرقها اكتر؟ في وسط كل علامات الاستفهام اللي انت شايفها دي بتظهر حمله الكترونيه مجهوله المصدر في جنوب افريقيا وبترشح موتسيبيه لرئاسه الجمهوريه هناك انتخابات 2029. الحمله اكدت ان في التفاف حواليه في الحزب الحاكم. اللي يهمنا من القصه دي ان موتسيبيه باله مشغول بموال تاني خالص غير الكوره، والحقيقه ان اي مؤسسه بلا قائد حقيقي حاطط عينه على الهدف هي مؤسسه سايبه وملهاش هدف ولا مستقبل. افريقيا تحبك يا ترامب، جمله قالها باتريس موتسيبيه للرئيس الامريكي في اجتماع حضره في 2020، وهي اللي فتحت عليه نيران الهجوم وخلته يتراجع ويقول انه مش من حقه بالفعل يتكلم بلسان حد غيره. الجمله اللي قالها لترامب دي انا بعرضها لك ليه؟ عشان ابين لك ان الراجل ده بيرتبط بعلاقه قويه مع قيادات كبيره ولا يرى في ذلك سوى مزيد من التقرب والتودد ليهم على حساب اي حاجه ودون النظر لاي اعتبارات اخرى. في يناير 2026 في المملكه المغربيه وعلى هامش نهائي الامم الافريقيه اجتمع الصديقان موتسيبيه وانفانتينو، وكان الحدث المثير للجدل في اخر صيحه فساد داخل الاتحاد الافريقي. هنا ملعب مولاي عبد الله في الرباط، والحدث هو نهائي كاس الامم الافريقيه 2026. المغرب مستضيفه الحدث بتلعب السنغال. الصراع ما كانش بس على لقب بيحلم به المنتخبين، لكنه كان صراع سياده القاره نفسها بين منتخب بيحقق نجاحات تاريخيه ابرزها المركز الرابع في المونديال وعايز يثبت للعالم ان مشروعه ده جنى بثماره، ومنتخب بيعيش افضل فتراته الكرويه اللي خلت الناس تقارنه بالجيل الذهبي. كل منتخب فيهم عنده لقب واحد بس، حصيله مغزيه جدا طبعا بالنسبه للاثنين. واللي حصل في الماتش وكلنا عارفينه كان احتساب ركله جزاء للمغاربه في اخر ثواني المباراه. طبعا ضربه الجزاء خلت الاعصاب تتشد والكل يتوتر، وكان قرار الانسحاب اللي ظهر كنوع من انواع التهديد هو الحل لمنتخب السنغال. لكن سريعا وبعد ربع ساعه رجعوا اللعيبه السنغاليين للملعب عشان يكملوا الماتش، والمباراه كملت والسنغال سجلت الهدف المعروف وفازت السنغال ورفعت الكاس وسط دموع وجراح واهات من المغاربه، وكلنا افتكرنا ان دي النهايه. لكن في ليله 17 مارس 2026 وفي عز ما الشارع الكروي مشغول بماتش السيتي وريال مدريد، خاصه المغاربه اللي عندهم طبقه عريضه بتشجع الملكي بحكم قرب المسافه والعلاقات التاريخيه، اثناء المباراه الاوروبيه دي بقى اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم سحب لقب كاس الامم من السنغال واهدائها للمغرب واعتباره فائزا 3-0. وما بين الافيهات الكوميديه زي ان المغرب اول منتخب ياخد بطوله اونلاين وابراهيم دياز خارج من الماتش مش فاهم الناس بتبارك له على ايه، خلونا نتكلم بمنطق شويه. المغرب قدمت احتجاج باعتبار السنغال منسحبه من المباراه بالفعل. لجنه النزاعات في الكاف استندت في حكمها على المادتين 82 و84، ودول بيقولوا ايه؟ الماده 82 و84 بتقول ما تخافش بتاع الفول مش هيعمل لك حاجه، ان الفريق لو غادر ارض الملعب بدون اذن الحكم هنا يحق للحكم انهاء اللقاء واعتبار الفريق المنسحب مهزوم، ويكتب ده في تقرير المباراه ويخلي المسؤولين يمضوا عليه. لكن اللي حصل واللي الجانب السنغالي بيستند عليه كحجه ان الحكم ما عملش كده وسمح باستكمال اللقاء فعلا، ومحدش بلغهم باعتماد انسحابهم وقتها. الاجواء في يوم المباراه اصلا كانت مشتعله، وجماهير المغرب والسنغال كانوا في صراع حقيقي لدرجه ان محكمه مغربيه بعد المباراه اصدرت احكام بحق 19 مشجع سنغالي تصل لسنه واكثر. طيب ده الراي من جهه المغرب، ايه راي الناحيه السنغاليه في الموضوع؟ الاتحاد السنغالي لكره القدم قرر يقدم استئناف رسمي لمحكمه التحكيم الرياضي كاس يطالب فيه ببطلان قرار الكاف. موتسيبيه رد عليهم بكل برود وقال اللي مش عاجبه يقدم شكوى، احنا عندنا لجان تحقيق واللي شايف انه مظلوم يروح يشتكي هناك. في نفس الوقت الحكومه السنغاليه كان ردها اعنف واكثر حده لما اتهمت علنا الاتحاد الافريقي بوجود فساد جواه وانه منحاز للطرف المغربي اللي بيحقق نجاحات حاليه على كل المستويات. وده فيه تلميح خطير جدا بين السطور، تلميح عايز يصرخ ويقول اسم الراجل الغامض بسلامته اللي ورا كل ده، او اللي الجانب السنغالي شايفه مسيطر بسبب علاقاته ونفوذه وهو اللي ميل الكفه ناحيه المغرب بنجاح، وهو فوزي لقجع. فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات وعضو في اللجنة التنفيذية بالكاف، وكمان كان نائب ثالث لأحمد أحمد وعضو لجنة الطوارئ في الاتحاد الأفريقي، وكمان قدر يدخل اللجنة التنفيذية للفيفا، وبكده أصبح أول مغربي يوصل للمنصب ده. وفي سنة 2021 أعلن عزيز أخفوش رئيس وزراء المغرب إن فوزي لقجع رجل الدولة أصبح وزير منتدب مسؤول عن الميزانية المغربية كلها، وما بقتش محتاجة أي إعلان. فوزي لقجع رجل الدولة المغربية يحييكم ويمسي عليكم. عايز دليل كمان إن الراجل أصبح قوي جدا؟ خد ده عندك. المفروض إن ولاية فوزي لقجع في الاتحاد المغربي تخلص في 2022، لكن على غرار عيسى حياته استاذ فوزي عدل في القوانين ورشح نفسه لولايه ثالثه، ونظرا لانه راجل عنده مركز في الفيفا وطبعا بيقوم بمهمه وطنيه جليله محدش يعرف يقوم بيها غيره، جدد ولايته للمره الثالثه بالفعل. الولايه دي المفروض تنتهي في يونيو الجاي، لكن هنشوف القانون الجديد هيعمل ويقول ايه. دليل انه بيقوم بمهمه وطنيه عظيمه في امر ملكي صدر في 2023 بيلزم فوزي بتولي ملف مونديال المغرب في 2030. مفيش غيرك يا فوزي يا ابني هيقوم بالمهمه دي. سيطره تامه وقياده منفرده للكره المغربيه، محدش
ومحدش يقدر يلومه فيها باي شيء. وطبعا بعد النجاحات العظيمه اللي ما كانش يحلم بيها اي مغربي، فوزي اصبح له سلطه قويه وفي بعض الاحيان مهيمنه داخل الاتحاد الافريقي، وده بالظبط اللي خلى الحكومه السنغاليه تربط بين فوزي لقجع وسلطته دي كلها وبين اللي حصل بعد النهائي المثير. هنا المغرب بتوصل رساله للجميع ان زي ما كان مراد فهمي موجود في كاف في سنه 86 واستغل القانون لمصلحه مصر وخلى مصر تاخد افريقيا، احنا هنا بنطلع شخص زيه اسمه فوزي لقجع وبنخليه يستغل القوانين ويضغط على الكاف عشان يجيب لنا بطولات. الحقيقه ان الفرقتين عندهم حق، لكن المصيبه في الاداره اللي فوق، الاتحاد الافريقي نفسه اللي مش عارف ياخد قرار حاسم يميل الكفه صح. المغرب معاها حق لانها ببساطه استغلت القوانين لصالحها بالقانون والورقه والقلم، لكن في نفس الوقت السنغال برضه معاها حق. لما انت يا معلم شايفنا منسحبين ما قلتش ده ليه وقتها؟ ليه الحكم ما صفرش وقال انتوا جايين تفتكروا وتتكلموا بعدها بشهرين؟ معنى الكلام ده ان انت يا عم موتسيبي ما تعرفش حاجه لدرجه انك نسيت القوانين بتاعت الكاف اللي انت اصلا الرئيس بتاعه. احنا كده حكينا القصه من اولها لاخرها، وكده احنا في النهايه يا حبيبي الكابتن اي هيت جود بايز زي ما قال الباتشينو، وما بين بقى احلام عبد العزيز عبد الله سالم وباتريس موتسيبي، وما بين عبد الحليم محمد ومراد فهمي من ناحيه وفوزي لقجع وهنا بوريده من ناحيه تانية. تفتكر ايه اللي اتغير؟ يا ريت تقول لي في الكومنتات ايه اللي سحب الاتحاد الافريقي لبحر الشكوك وادعاءات الفساد دي كلها؟ ليه اصبحت المؤسسه المبنيه على مبادئ وشعارات قوميه انسانيه مجرد كيان كروي مليء بالفسده والمرتشين؟ حاولت اعرض لك الموضوع كله واسرد لك التطورات في 70 سنه وهي عمر الاتحاد الافريقي، والاجابه على اي تساؤل تاني اعتقد انها مش عندي، او بمعنى ادق مش عندي لوحدي. وقبل ما تمشي خد المبلغ ده كده من تحت الترابيزه ودوس لايك وسبسكرايب، واوعى تنسى السبسكرايب، عايز اقفل 200 يعني، لو ينفع تدوس على السبسكرايب مرتين يا ريت، بس اوعى تبلغ عليا لجنه الاخلاقيات بتاعه الفيفا. انا بقول لك اهو احنا غلابه وبناكل عيش زي بعض، والسلام عليكم.